فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك البخاري والترمذي وابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الزمن نعمة جلة ومنة عظمى ومنحة كبرى لا يدريها ولا يستفيد منها كل الفائدة إلا الموفقون الأفذاذ، كما أشار إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبون فيهما كثير من الناس، فالأقلون الموفقون، وهم الأفذاذ الذين حادوا عن هذا الغبن وسلكوا الصراط المستقيم. فأفادنا لفظ الحديث أن المستفيدين من ذلك قلة، وأن الكثير مفرط مغبون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن منزلة الغيرة وشمولها لكثير من الأمور، فذكر الغيرة على الوقت، فقال رحمه الله: الغيرة على وقت فات وهي غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء، أبي الجانب بطيء الرجوع، والوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد، وعند المريد هو وقت الإقبال على الله والجمعية عليه والعكوف عليه بالقلب كله. والوقت أعز شيء عليه، الوقت أعز شيء على المسلم، على العابد الفاهم الموفق. الوقت أعز شيء عليه، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإن فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البتة، لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص، فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه. ومعنى أنها غيرة قاتلة أي أن أثرها يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك، لأن ما فات من عمرك فإنك لا يمكن أن تستدركه، فالغيرة على فواته غيرة قاتلة. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال: الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. ولذلك يقال: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعا، فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسرته وعظمت بلوته، فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع، وطلب تناول الفائت، وكيف يرد الأمس في يوم جديد، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، ومنع مما يحبه ويرتضيه، وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وحيل بينه وبين ما يشتهيه. فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل، ولو ردت لهان التحسر، فإذا مر الوقت فلن يعود. فإذا انشغلت بالغيرة عليه والندم على ما فات ضيعت واجب الوقت الحاضر، فهذه خسارة حاضرة بجوار الخسارة الماضية الفائتة، فما يزال العبد في خسارات متتاليات، نسأل الله العافية والسلام. الواردات سريعة الزوال تمر أسرع من السحاب، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال للأشقياء المعذبين في النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فلا بد من المؤاخذة عليه، فاحذر أن تضيع منك ثانية، فإنما هي بعض عمرك، وإنما أنت أيام يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما مر يوم مر بعضك، إنما أنت أيام،
فإذا انقضى يوم انقضى بعضه حتى تقبل على ربك. وكان سلفنا الصالحون رحمة الله عليهم يتنافسون في حفظ الأوقات أشد مما يتنافس الخلق الحاضرون في زماننا في تضييعها. فهذا عامر بن عبد قيس هو أحد التابعين الزهاد. قال له رجل يوما كلمني، فقال له عامر أمسك الشمس، يعني أوقف لي الشمس واحبسها عن المسير حتى أكلمك، لأن الزمن متحرك دائب المضي لا يعود بعد مروره، فخسارته خسارة لا يمكن تعويضها واستدراكها، لأن لكل وقت ما يملأه من العمل، لكل وقت ما يملأه من العمل. فإذا مر وقت فقد مر بما كان ينبغي أن يملأ به من العمل، ولا يمكن أن يستدرك، لأنك إذا استدركته بوقت جديد فللوقت الجديد ما يملأه من العمل. فماذا تصنع يا مسكين وأنت تضيع العمر هباء؟ قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. إن الليل والنهار يعملان فيك، ينحتان في صحتك، ويشيبان سواد شعرك، ويحنيان ظهرك، وينقصان من قدرتك، ويستنفذان من قوتك. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضه. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام المحدث حماد بن سلمة بن دينار البصري رحمه الله، وهو الإمام المحدث النحوي الحافظ القدوة شيخ الإسلام، كان بارعا في العربية، فقيها فصيحا مفوها صاحب سنة، وكان عابدا من العباد رحمه الله. قال تلميذه عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. هذا أمر عجيب جدا ووصف هو أعجب. لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر على أن يزيد في عمله شيئا. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدق. كان مشغولا، إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك. قال يونس المؤدب: مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رحمة الله عليه. كانوا يغارون على الوقت أن يمضي في غير فائدة عليهم تعود، وعائدة بها يعودون، من خير يحصلون وشر عنه يبتعدون. حتى إن الواحد منهم كأبي حاتم رحمه الله وكجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، كان الواحد منهم إذا دخل الخلاء أمر ولده أن يقرأ عليه ليسمع القراءة وهو في الخلاء، حتى لا يضيع الوقت في قضاء الحاجة من غير فائدة وعلم. فكان يماشيه إلى بيت الخلاء يقرأ عليه، فإذا دخل اعتزل ناحية فقرأ رافعا صوته وهو يسمعه، فيقرأ عليه يحصل العلم وهو في بيت الخلاء لا ينقطع عنه. بل إن بعضهم وصل إلى أمر عجيب لا يفرغ منه العجب. كان ينظر إلى ما يأكل فيمضغ ويعالج بأسنانه تكسيرا وطحنا، فأخذ يحسب فرق ما بين هذا وفرق أن يعد له فتيتا حتى يستفه استفافا. قال فوجدت بينهما كذا تسبيحة، فكان بعد لا يأكل إلا فتيتا،
فيفت له الطعام والخبز وهو يستفه استفافا، وهؤلاء لا يكثرون. كما قيل للثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، قيل له: الرجل يأكل في النهار وإذا أطلق دخل فيه الليل، الرجل يأكل في النهار أكلة واحدة، قال: أكل الصالحين. قال: فيأكل أكلتين، قال: أكل المؤمنين، قال: يأكل 3 أكلات. قال: قولوا لأهله يتخذوا له في جانب الدار معلفا. هذا حيوان. قولوا لأهله يتخذوا له في جانب الدار معلفا. حتى الوقت يغارون على تضييعه حتى في الطعام، وهو قوام حياة الإنسان. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ثم البغدادي، المتوفى سنة 82 و100 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب أبي حنيفة وتلميذه وناشر علمه ومذهبه، وهو قاضي الملوك الخلفاء العباسيين 3 المهدي والهادي والرشيد. وقد قوموا الزمن بالمال فوجدوا أن المال لا يساوي شيئا. هذا كان قاضي قضاة الدنيا، كان يباحث في مسائل العلم والفقه وهو في النزع والذماء، يعني في النفس الأخير من الحياة. فكان يباحث وهو في تلك الحال بعض عواده زواره في مرضه في مسألة فقهية، رجاء النفع بها لمستفيد أو متعلم، ولا يخلي اللحظة الأخيرة من اللحظات في الحياة من كسبها في مذاكرة علم وإفادة واستفادة. قال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم المصري: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده، والعيادة الزيارة في المرض خاصة، فجئته أتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: سبحان الله، في مثل هذه الحال؟ قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج. ثم قال: يا إبراهيم، أيما أفضل في رمي الجمار، أي في مناسك الحج، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت: راكبا. قال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. قلت: قل فيها يرضى الله عنك. قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده فما بلغت باب الدار حتى سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمة الله عليه. وهذه مسألة على طريقة أهل العلم الكبار، وقد كان السلف عليهم الرحمة إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة لم يعرف له في البيت فراش، يطوى فراشه فيضع جنبه حيثما اتفق، وكذلك نوم الصالحين فنوم الصالحين غلبة. وأما نحن في هذا العصر فإننا نتفنن في إضاعة العمر، ونأخذ بالوسائل التي تضيعه علينا، كأننا نسعى في إقامة حجة ربنا تبارك وتعالى علينا. واعتبر في أحوال الخلق من حولك، فإنهم لا يكادون يلتفتون إلى هذه النعمة الجليلة، وإنما يتفننون في إضاعة أعمارهم وفي تبديد أوقاتهم، حتى إن الواحد منهم لربما زارك وما له من هم إلا أنه لا يجد شيئا يشغل وقته، فرأى أن يزورك ليضيع بعض الوقت على نفسه. وما درى المسكين أنه يضيع رأس ماله، وأنه إذا استمر على ذلك حتى جاءه الموت فقد أوقع نفسه في المأزق الذي لا خروج له منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين.